اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى عملنا مع بعض تشيكن باشا، الساندوتش السحر. عجينه حلوه قوي قوي، والفراخ طعمها حلو جدا، والصوص بتاعها خطير. اول حاجه طبعا انا هنا معايا صدرين من الفراخ، تمام. جبتهم زي ما انتم شايفين كده. انا قطعت الصدر اتنين بالعرض، تمام، عشان ما يبقاش القطع بتاعتي تخينه، تمام. بعد كده ايه، زي ما انتم شايفين كده قسمتهم اتنين، وكل جزء من ده هقطعه 3 حتت، تمام. يبقى الصدر الواحد كده مقطع معايا 6 حتت، تمام كده زي ما انتم شايفين. حاولي على قد ما تقدري ان انت تخلي كل القطعيات بتاعتك كلها قد بعضها، عشان لما نيجي نحطها في السندوتش ما تبقاش يعني لا هي اللي صغيره ولا هي ايه اللي كبيره قوي على الساندوتش. الساندوتش سهل جدا جدا ولذيذ. وعايزه اقول لك طبعا في الصيف ده احنا ما بنحبش نخش المطبخ كتير، ما بنحبش الطبيخ الكتير والصلصه والحاجات دي، فدايما بنحتاج ان احنا ايه، نعمل حاجه خفيفه وتكون سهله برضو في نفس الوقت. اول حاجه طبعا هنا انا استخدمت بيضتين للتتبيله بتاعه الفراخ بتاعتي، تمام. البيضتين علشان نخلي عليهم واحدة من الزبادي. دي البهارات بتاعتي توم باودر، بصل باودر، مرقة دجاج فورية، ملح، فلفل، وشوية من الكركم، تمام. زي ما انتم شايفين كده ضربناهم كلهم مع بعض، وبعد كده نزلت بنص كوباية من الدقيق. هتلاقي الدقيق عمل متماسك معاك كده. حاولي ان انت تفكيه برضو بشويه من الخل، تمام. بعد كده التتبيله بتاعتي زي ما انتم شايفين، ظبطت الملح، ظبطت الفلفل الاسود بتاعي. عايزه اقول لك ان التتبيله دي خطيره خطيره خطيره. بعد كده نزلت بالقطع الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، الصدور بتاعتي، وقلبتهم في التتبيله دي كويس قوي قوي قوي. وبعد كده سبتهم في التلاجة حوالي ساعتين 3 ساعات زي ما تحبي، تمام كده. هنا بعد ما خرجناهم من التلاجة، وعملت برضو معاها عيش الباشا حلو قوي قوي. دقيق، يعني من الدقيق اللي هو من التتبيله، على اللي هو الفيجيتار بتاعي او الكريسب بتاعك زي ما تحبي، تمام. وبعد كده الزيت يكون سخن وغزير. هنا انا محمره في طاسه عشان في حله، سوري، علشان تلم الزيت معايا وكده، ويكون كله برضو ايه، متغطس في الزيت، تمام. هنا حمرت اول طاره، ودي الطاره التانية. عايزه اقول لكم سهله جدا، الفراخ ما بتاخدش وقت. ودي بقى ايه، معايا خيارية كده متقطعه رفيع قوي. آه زي ما انتم شايفين كده. هحاول ان انا اقطعها حته صغيره عشان نعمل الصوص الخطير. معايا 3 معالق من المايونيز، ومعايا مع واحده من الزبادي، علبه من الزبادي زي ما انتم شايفين كده. هقلبهم كويس قوي. عايزه اقولك ان الصوص ده كمان بينقل السندوتش بتاعي في حته تانية خالص يا جماعه، حلو قوي قوي، بيعلي التيست زي ما بيقولوا. ودي بقى القطع الفراخ بتاعتي المقرمشه، وده العيش اللي هو عيش الباشا. هبقى انزل لكم الفيديو. عايزه اقول لك ان العيش ده حلو قوي قوي. الصوص ده خطير، ممكن تضيفي حلقات من الطماطم او الخس لو موجود، بس انا ما كانش عندي خس موجود صراحه. السندوتش ده يا جماعه حاجه كده اللهم بارك روعه، مع الصوص ده خطير جدا جدا. عايزه اقول لكم كل اللي اكله كان عاجبه جدا. عايزه اقول لكم كمان الاولاد كانوا مبسوطين بيه. تحسي كده ان انت قاعده كده في مطعم، في حاجه كده فخمه ما شاء الله تبارك الله. آه كان حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان كل اللي اكل من الساندوتش عجبه، والصوص كان خطير. هنزل لكم طريقه العيش. العيش كمان كان حلو قوي. شايفين الساندوتش بيبوظ ازاي من الصوص بتاعه. قدمناه بقى مع شيبسي، مع خس لو موجود، مع حلقات من الطماطم وحلقات من الخيار، كده حاجه اللهم بارك روعه.